تي بي مازيمبي أو وحش إفريقيا، الفريق اللي اكتسح الكرة الإفريقية لسنوات وقدر يتوج بعصبة الأبطال الإفريقية في 3 مناسبات في مدة 5 سنوات. الفريق اللي قدر يسحق الخصوم ديالو بنتائج كبيرة في المباريات النهائية وبشتى الطرق الممكنة، وقدر يكون أول نادي إفريقي كيبلغ نهائيات كأس العالم للأندية سنة 2010. كيفاش قدر نادي الوداد الرياضي يوقف الزحف ديال تي بي مازيمبي في عدة مناسبات ويصبح الشبح الأسود ديالو؟ هادشي اللي غنشوفوه في حلقة اليوم، خليكم معنا. بعد تغلبه في الدور التمهيدي ديال المنافسات عصبة الأبطال الإفريقية موسم 2010-2011 على أدوانا ستارز في يوم ممطر بنتيجة 3-0 وبأهداف من توقيع بن كجان ومحسن ياجور، قدر الوداد أنه يحسم التأهل ديالو للدور المقبل رغم الهزيمة ديالو بهدف ل0 في مباراة الإياب. تأهل الوداد خلاه يواجه كانو بيلارز النيجيري، اللقاء اللي عرف تألق نجم الوداد آنذاك فابري سونداما بتسجيل هدفين، الشيء اللي سهل على الوداد لقاء الإياب اللي خلاه يتعامل معه بأريحية ويرجع بنتيجة التعادل السلبي 0 لمثله. مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس. الوداد ولسوء حظه حطته القرعة مع بطل القارة الموسمين متتاليين تي بي مازيمبي. الجماهير والفعاليات الودادية استحضرت المباراة النهائية اللي جمعته بالترجي التونسي آنذاك، وعرفت التحيز التحكيمي ومضايقات قبل وأثناء وحتى بعد المباراة من مكونات الفريق الكونغولي. اللقاء اللي عرف نتيجة ساحقة لصالح تي بي مازيمبي 5-0. شوبي ويوجه غريبة جدا. هذه هي القرارات اللي كنا نحكيو عليها. مش معقول، لا 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 لا، هذا غير معقول. فضيحة تحكيمية منذ البداية، واضحة المؤامرة على الترجي، هدف مشكوك، ورقة حمراء، هذا الكل في أقل من 20 دقيقة. قلب المكاتفة القانونية، وماذا يقول الحكم؟ لا مش معقول، غير معقول بالمرة. هذه المرة سأصرخ وأقول فضيحة تحكيمية إفريقية. كيجي الموعد المنتظر والوداد كيستقبل تي بي مازيمبي في مباراة الذهاب. اللقاء كان تكتيكي وعرف تألق نادي بالمغربي من جانب الوداد وتضييع بعض الفرص السانحة من الطرفين. هدف الوداد الرياضي الوحيد سجلوا آنذاك مصطفى العلاوي بضربة رأسية من بعد تمريرة محكمة من خالد السقاط. الهدف اللي عرف الوداد مع نهاية اللقاء أنه غيلزمو يدافع عليه بشراسة لضمان التأهل. الأمور كانت تحت السيطرة في الشوط الأول. الوداد وبقيادة فخر الدين الرجحي قدر أنه يحد من خطورة الفريق الكونغولي، الشيء اللي دفع بهذا الأخير أنه يبدل النهج ديالو ويعتمد على اللعب المباشر. الاستفزازات والتحيز التحكيمي الكبير عزز الكفة ديال الفريق الكونغولي وخلى الوداد الرياضي كيعاني وحيدا ضد عامل الأرض، الجمهور، الطقس والتحكيم. اللقاء للأسف انتهى بهزيمة غير مستحقة للوداد بهدفين ل0. نخليكم مع تصريحات البعثة الودادية آنذاك بخصوص هذه المباراة الصعبة. 2-0. Mazembe s'est qualifié pour les quarts de finale et c'est là pour la 5e fois d'affilée. عرفتي ملي تيكون عندك لاباري يا صاحبي فوتو تتصور ترونكيل وتيجي بوليسي تيخطف لك لاباري ديالك. واش غادي ما فهمتش انا فين هو المنطق، فين هي الكره، فين ما عرفتش كيفاش كاع نخدم، ما خلونيش كيفاش نخدم. مصور حدايا تخشى يدو في جيبي بغا يجبد لي الكارت ميموار، مصور واقف حدايا تخشى يدو في الجيب ديالي بغا يخطف لي الكارت ميموار. شويه كنتفاجئ تيجيو عندي البوليس هما اللي تيخرجوني. ما صورتيش الماتش؟ ما صورت شي شويه وخرجت. ريحت الفوق، ريحت وسط الجمهور، كتصور وحاضي مع راسك مع لاباري ديالك ومع راسك. انا كنقول هاد القضيه، هذا فريق راه السي بالعيد غادي يعاود لك، والناس اللي رافقونا راه ملي وصلنا لتما قالوا لنا ما خصكمش تجيو. عم سمعتي هادي؟ يفالي با فونيغ بحال هكا فرنساويه تيقولوا لنا علاش جيتوا زعما هادي عاد تعذبتوا. ما ندوتوش تكلمت عن كما دورا غيروا من الطريقه ديال اللعب، ما بقاوش باغيين يدوزوا بالكره اللي نعرفوها ثم دازوش 45 دقيقه تيقلبوا على لي جو ايريان هو اللي كيعطيك. وفعلا السونتراج الاول مشى لضربه الجزاء. يعني هنا كيبين لك بان الحكم راه ماشي هو البيوت، الحكم راه نقدر نخسرك السي امين وانت عارف القضيه والعلاوي تعرفها. الحكم اللي بغى يخسرك الماتش راه ماشي هما البيوت، راه خسرك ما غاديش نعطيك دي فوت. هذاك فابريس
تعرض لواحد الحاله ديال الضرب والله كنت تشوفو كيبكي تيبكي. القصة ما وقفتش هنا، كان انذاك اعتراض مقدم من طرف سيمبا التنزاني على اشراك لاعب الترجي التونسي السابق جونفي بيسالا في المباراة اللي جمعت بين الطرفين. اللاعب وحسب المعطيات كان لازال على عقد دائم مع الترجي التونسي حتى شهر يونيو من ذاك الموسم، الشيء اللي خلى المشاركة ديالو غير قانونية. خلال الأسبوع اللي تلا مباراة الوداد ومازيمبي، توجه رئيس الوداد السابق عبد الإله أكرم رفقة وزير الشباب والرياضة موصف بالخياط إلى القاهرة من أجل الدفاع على مصالح الوداد بملف معزز هذه المرة بمعطيات من الفريق التونسي. وقبل إجراء مباراة البطولة الوطنية بين الوداد والحسنية بساعات قليلة، جاء الخبر المفرح واللي هو إقصاء مازيمبي وتغريمه 25,000 دولار وإجراء مباراة فاصلة بين الوداد وسيمبا التنزاني لتحديد المتأهل لدور المجموعات. وكان الوداد هو المتأهل، وباقي القصة كنعرفوها جميع. عرفات جيل ذهبي للوداد قدر أنه يوصل لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية من بعد ما يقارب 10 سنوات من الغياب. نجيو الموسم 2015-2016. شاءت الأقدار مرة أخرى أن الوداد يواجه تي بي مازيمبي في دور ما قبل المجموعات. الموسم اللي عرف عودة الوداد مرة أخرى للمنافسات الإفريقية بعد تحقيق لقب البطولة الوطنية للمرة 18 في تاريخه تحت قيادة الويلزي جون توشاك. الوداد وبعد تأهله على حساب أسدوان بعد فوز داخل الميدان 2-0 وهزيمة ديال 2-1 في النيجر بهدف رضا الهجهوش في آخر الدقائق عن طريق ضربة جزاء، بعد ما كان الفريق قريب بشكل كبير من مغادرة المنافسة والإقصاء. المناسب حضور دقيقة 49 هدف جا مفاجئ، هدف جا مفاجئ يتابعه اسماعيل الحداد هو من إيران صديقة. طلب الفريق أنه يقتنص بطاقة التأهل لدور 16 بعد ما تفوق على كنابس من مدغشقر مهرجان أهداف كبير ونتيجة مهمة ديال 5-1 خلاته يسير لقاء الإياب أريحية. هدف خامس للكم. وأخيرا قلت بأنه منذ دخول فابريس أونداما تمنيت أن تكون بصمة ولي ثقة كبيرة ومعجب بهذا اللاعب فابريس أونداما الكوكولي. في الجهة المقابلة تي بي مازيمبي كان كيحاول يدافع على اللقب ديالو بشراسة وكيحاول إعادة نفس السيناريو 2010 و2011 بالتتويج بالعصبة مرتين متتاليتين بعد ما كان حققها في الموسم الأول على حساب اتحاد العاصمة بما مجموعه 4-1 بانتصارين 2-1 في الجزائر و2-0 داخل الميدان في المباشر. كيجي يوم المباراة وسط أجواء حماسية وتفاؤل كبير ديال الجماهير الودادية لتجاوز الوحش الكونغولي هاد المرة على المستطيل الأخضر بعد ما كان الوداد سبب في خروجه من منافسات نفس المسابقة سنة 2011 على الورق. الوداد دخل بتشكيلة كتضم زهير العروبي كحارس، عطوشيو مرتضى فال في قلب الدفاع، نصير الكردي كأظهرة، وسط ميدان متكون من السعيدي وأصباحي أمامهم وليد الكرتي، وخط هجوم كيضم كل من رضا الهجهوج في الجهة اليمنى، اسماعيل الحداد في الجهة اليسرى، وكيتا كرأس حربة. التشكيلة اللي كانت آنذاك تحت قيادة الأسطورة الويلزي جون توشاك. بالمقابل تي بي مازيمبي دخل بتشكيلة مدججة بالنجوم كيتقدمهم كل من الحارس كبوهو، كوليبالي في الدفاع، كالابا في الهجوم، مع اوبر فيلود كمدرب للفريق، المدرب اللي كانت عنده دراية بالكرة المغربية ومعرفة بقوة الوداد بحكم تجربته السابقة رفقة الحسنية. هذه المباراة كانت من أولى المباريات اللي اكتسب فيها جمهور الوداد الرياضي خبرة في طريقة التشجيع ضد الخصوم الإفريقية القوية عن طريق الضغط والدفع بالفريق للأمام، واللي ساهمت في إنجازات الفريق اللي جات من بعد. اللقاء كان تكتيكي وجدت فيه الوداد صعوبة في اختراق دفاع الخصم رغم محاولاته بشتى الطرق الممكنة، اختراقات الحداد والهجهوج، الضربات الثابتة والكرات الطولية.
المباراة كانت في معظم أطوارها في اتجاه واحد واللي هو مرمى حارس تي بي مازيمبي كبوهو. ضغط الوداد ومحاولته لتحقيق هدف السبق استمرت حتى الدقيقة 43 وأخيرا جاء الفرج بهدف عبد اللطيف نصير من بعد تمريرة رأسية من مرتضى فال، الهدف اللي خلى الوداد ينهي الشوط الأول بأحسن طريقة ممكنة ويدخل الشوط الثاني بنية الحفاظ على نظافة شباكه وتعزيز التقدم. الوداد وفي الشوط الثاني قدر أنه ينجح في الاستمرار في الحفاظ على نظافة شباكه ويحد من خطورة الهجوم الكونغولي. لاعبي الوداد بالرغم من محاولتهم الحفاظ على الكرة والتحكم في الاستحواذ قدروا أنهم يخلقوا فرص اللي غابت عنها الفعالية. حتى كتجي الدقيقة 63 ومن بعد تمريرة طويلة ومحكمة من أنس أصباحي في اتجاه رضا الهجهوج قدر هذا الأخير أنه يصطاد ضربة جزاء اللي نبر عليها بنجاح وقدر عن طريقها أنه يعزز تفوق الوداد بهدفين ل0 ويخليه يمشي للومونباشي بهدفي سبق يخليه يتعامل مع مباراة الإياب بأريحية كبيرة. من بعد 11 اليوم جرات مباراة الإياب بلومونباشي، أجواء إفريقية محضة وأرضية اصطناعية ما كتساعدش على ممارسة كرة القدم في ظروف جيدة بالرغم من الإمكانيات المالية اللي كيتوفر عليها الفريق الكونغولي، عامل اللي كيحاول تي بي مازيمبي يستغلو أمام خصومه. تي بي مازيمبي قدر أنه يتفوق في النتيجة بعد ضربة ركنية استغلها مدافع الفريق كوليبالي وقدر يسجل بها هدف السبق في دقيقة 28، الهدف اللي ظل صامد طوال فترات اللقاء حتى جا هدف الخلاص بهجمة مرتدة ختمها ابن الفريق رضا الهجهوج بهدف حاسم في دقيقة 92 وقضى بها على أحلام الفريق الكونغولي. المباراة ما كانتش منقولة وخلت جميع الجماهير المغربية تتابعها عبر الراديو آنذاك وبتعليق خاص اللي تشهر لحظة تسجيل الهدف واللي بين الظروف الصعيبة اللي تجرت فيها المباراة. نخليكم معاه. تأهل الوداد خلاه يمر المجموعة فيها كل من الأهلي المصري، زيسكو يونايتد الزامبي وأسيكا بيجون إيفواري اللي قدر يتأهل فيها الوداد كأول مجموعة قبل ما تنتهي المغامرة ديالو أمام الزمالك في نصف النهاية بعد ريمونتادا تاريخية تحت قيادة دو صابر. تجربة الوداد ذاك الموسم ساعدته يكتسب تجربة مهمة اللي خلاته يتوج باللقب الإفريقي في النسخة الموالية. قصة الوداد ومازيمبي ما توقفتش هنا، فبعد تتويج الوداد بلقب العصبة سنة 2017 مازيمبي هو الآخر توج بلقب الكونفدرالية، الشيء اللي خلى الفريقين يتلاقوا في نهائي قاري سنة 2018. الوداد آنذاك كان كيعيش فترة انتقالية بعد أداء مخيب للآمال في منافسات كأس العالم للأندية ورحيل الحسين عموتة. مجيء المدرب فوزي البنزرتي اللي قدر يحقق أول لقب ليه رفقة الوداد آنذاك. اللقاء كان صعيب وعرف تضيع الوداد لضربة جزاء عن طريق وليد الكرتي في الشوط الثاني. الوداد استمر في الضغط حتى جا الحل عن طريق ضربة ثابتة من اليسرى الساحرة ديال أمين تيغزوي اللي هدا لقب غالي دخل أول مرة لخزينة نادي الوداد الرياضي. وبهذا
أصبح الوداد شبح ديال واحد من كبار القارة الإفريقية، واللي سبق لي على سبيل الذكر انتصر على النادي الإفريقي ب8-0، الترجي ب5-0، هلال السوداني ب4-0 ونتائج أخرى، حتى جا الوداد وقدر على أنه يجعل منه هو الضحية ويضيف لائحة ضحاياه المفضلين بحال الأهلي المصري وماميلودي سان داونز. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش خليو لي لايك، سبسكرايب وشي كومونتير. من هنا لا فيديو الجايه كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، ديما وداد.